القصة ديالنا كتبدا في 2007. سلسلة من الاعتداءات سجلات تعرضوا لها المسافرين في القطارات المتوجهة من الرباط إلى وجدة ومن الدار البيضاء إلى مراكش. العجيب في الأمر أنه وقع واحد تشابه كبير في السيناريوهات ديال هاد الاعتداءات اللي تم الارتكاب ديالها. الضحايا كانوا كيتعرضوا لعملية تخدير وسلب الأموال ديالهم والممتلكاتهم الثمينة. في المجموع تم تسجيل 20 شكاية، الشيء اللي شكل مصدر قلق كبير للمسافرين وكذلك المصالح الأمن. كانت آخر شكاية تم تسجيل ديالها شكاية من واحد السيد كان غادي يفقد حياته بسبب المخدر اللي استعمله هذا المجرم. المديرية العامة للأمن الوطني تلقات تقارير في هذه القضية من وجدة وتازة ومن فاس والخميسات ومن سطات ومراكش. جميع هذه التقارير كان القاسم المشترك فيها أن الفاعل شاب في الثلاثينات من عمره، أسمر اللون، طويل القامة وأنيق الملبس، وكيتقن اللغة العربية والفرنسية. كل الضحايا قالوا أن الشاب كان طليق اللسان وكيعرف كيفاش يتكلم وأنيق في المظهر ديالو ومستحيل تشك فيه أنه مجرم. كل الضحايا كانوا من ركاب الدرجة الأولى وكل شيهم تلاقوا معه وحيدين في المقصورات ديال القطار. الصراحة هاد الحوادث اللي تعرضوا لها الضحايا كانت مؤلمة لأنها كانت عندها آثار نفسية وبدنية صعيبة بزاف. بالنسبة للخبير في القضايا ديال الإجرام، هاد الحوادث اللي وقعت في هاد الرحلات الطويلة والمتوسطة للقطارات كتدل على تطور الفعل الإجرامي، الشيء اللي يقتضي تطوير وسائل التصدي له والمحاربة ديالو كوضع الكاميرات إلى غير ذلك. في كل الاعتداءات كيتفاجئوا الضحايا بدخول الشاب الوسيم والأنيق إلى المقصورة، كيستأذن بالجلوس أمام الضحية وما كتفارقوش الابتسامة، كيتسنى بعض الدقائق وكيجبد من الحقيبة ديالو واحد الملف أصفر وكيبدا يبحث فيه، ومرة كيتلفظ بكلمات بالفرنسية كتدل على الغضب والاستياء. وفجأة كيهز عينيه وكيشوف الضحية اللي كاينة قدامه وكيقدم الاعتذار ديالو على الإزعاج اللي تسبب فيه داخل المقصورة. من بعد كيجبد واحد القنينة ديال العصير وكأس ديال الميكا وكيخوي لراسو كاس من هذا العصير وكيشربو دقة وحدة. وفجأة كيتظاهر أمام الضحية أنه أساء التصرف لأنه ما تقاسمش معها العصير وأن هذا الشيء اللي دار عيبه من قلة الصواب، وكيجبد كاس ديال الميكا آخر جديد وكيخوي فيه نفس العصير اللي شرب منه هو نفسه من قبل وكيعطيه للضحية اللي جالسة قدامه. السؤال اللي غادي يدور في راس أي واحد هو كيفاش كيتم تخدير الضحايا والمجرم شارب أصلا من نفس القنينة ديال المخدر؟ الجواب هو أن هذاك الكاس ديال الميكا اللي كيعطيه للضحايا كيكون ديجا ملصق فيه واحد الفنيدة ديال المخدر في قعر الكأس، وبمجرد ما كيخوي العصير كيذوب المخدر. الشيء اللي كيوقع هو أن الضحية كتفقد الوعي وكتدخل في نوم عميق، وملي كتفيق على قرابة ساعتين على الأقل كتكتشف أن الشاب الوسيم الأنيق مشى ودا معاه الأموال والممتلكات الثمينة ديال الضحية. هاد القضية استنفرت مصالح الأمن، والعملية ولاها عميد شرطة خبير ودرس الملفات الخاصة بجميع الاعتداءات بمساعدة فريق متخصص. العميد استنتج أن الفاعل في جميع الاعتداءات هو شخص واحد، وأنها وقعت في الدرجة الأولى من القطارات، وأن الضحايا كانوا وحيدين في إحدى المقصورات، وأن الاعتداءات وقعت على متن القطارات السريعة اللي ما كتوقفش في المدن الصغيرة، وأن أي اعتداء ما تسجلش نهائيا في رحلات المسافات القصيرة بحال الرباط والدار البيضاء مثلا. هذه هي الاستنتاجات الأولية اللي خرج بها العميد والفريق ديالو، وكيتضافوا خلاصات التحاليل المخبرية اللي خاضوها الضحايا واللي أكدت أنهم تناولوا مشروب مخلط بمادة كتسبب النوم العميق لأكثر من ساعتين، وأنها تقدر تؤدي لوفاة الأشخاص اللي كيعانوا من مشاكل في القلب. انطلاقا من هذه الخلاصات تم وضع خطة محكمة للإيقاع بالمجرم. هذه الخطة شارك في الإعداد ديالها رؤساء المصالح الولائية والإقليمية للشرطة القضائية في المدن اللي كتدوز منها جميع هذه القطارات اللي وقعت فيها الاعتداءات. هذه الخطة كتعتمد على لعب بعض عناصر الشرطة من المفتشين والمفتشات أدوار الضحايا ديال القطارات بتنسيق مع إدارة المكتب الوطني للسكك الحديدية. تم تخصيص مقصورتين في كل خط من الخطين الرابطين بين الدار البيضاء ومراكش وبين الرباط ووجدة باش يتم تنفيذ هذه الخطة. كانت التعليمات اللي تلقاها المفتشون والمفتشات واضحة، وهي أنهم يتفادوا يشربوا أي مشروب يقدم لهم، وأنهم يرفضوا بطريقة لطيفة باش ما يثيروش الانتباه والشبهات.
الأوصاف اللي قدموا الضحايا مكنت عناصر الأمن من رسم صورة مقربة للمشتبه به، وتم إعطاء كل واحد من المشاركين في الخطة نسخة من الصورة ديالو. كان المطلوب هو يشدوه متلبس معاه الأدلة اللي كتثبت التورط ديالو. بدا تنفيذ الخطة وداز أسبوع كامل سافروا فيه المفتشين والمفتشات على متن القطارات المتوجهة إلى مراكش والمتوجهة لوجدة. للأسف لم يتم تسجيل أي حالة اعتداء. رؤساء المصالح الولائية والإقليمية ظنوا أن المشتبه به غير مجال التحرك ديالو وبدل الخطط ديالو، ولكن التعليمات الصارمة اللي صدرها المدير العام ديال الأمن الوطني ما خلات حتى مجال النقاش. ضروري القبض على هذا المجرم اللي تار الرعب في القطارات. من بعد أسبوعين من بداية تنفيذ الخطة كانت المفتشة خديجة في القطار المتوجه من فاس إلى وجدة. كانت وحيدة في مقصورة بعربة بالدرجة الأولى. من بعد دقائق من مغادرة القطار محطة فاس كيدخل عليها شاب أنيق الملبس وسيم وطويل القامة، كانت كتنطبق عليه جميع صفات المجرم المبحوث عليه. استأذن لها بالجلوس في الكرسي المقابل للمفتشة خديجة اللي انتابها بعض الخوف وسرعان ما تداركت الأمر وتذكرت أنها ماشي وحيدة في القطار وأن عناصر الأمن كاينين معاها وكينتظروا فقط إشارة القبض على هذا المجرم. الرجل جبد من الحقيبة ديالو واحد الملف أصفر وبدا كيقلب فيه ورقة ورقة. المفتشة خديجة فهمت أنه كينفذ السيناريو ديالو وأن العملية بدات. فينا هو اوف ويلي بزاف هادشي بزاف. واه الموظف هذا قاعد علينا الفعيل كامل في هاد الشركه هادي. اوف السلام اختي، سمحي لي بزاف على السطاع شويه، راه كنت كنغوت معاك كنديرونجاني واحد الموظف خربق لي الخدمه مع خدام معايا في الشركه ولقيت هاد الملف فيه شحال من حوايج غالطين. سمحي لي اختي بزاف. لا هاني يا خويا، ما عندك حتى شي مشكل. هاني يا خويا، خذ راحتك. الله لا رحم تبردوا بعدا شويه. او انسه ديزولي شربت العصير غير بوحدي وانا وياك في المقصوره، والله الا حشومه. دابا نخوي لك شي كاس اختي دابا. هانا اختي خذي ليا تبردي ليا مع راسك. شكرا خويا، غير ما نقدرش نشربو دابا لانه الطبيب قال لي خصك تشربي الدواء هو الاول، ودابا قريب يوصل الوقيته ديال الدواء باش نشربو. ها هو هنا محطوط اخويا، شكرا بزاف. هنا المفتشة تذكرت التعليمات وخذات منه الكاس بطريقة لطيفة وحطاته في الطاولة ديال المقصورة. المفتشة جاوباته على أنها كتقلب على شي دواء ديالها خصها تشربوه هو الأول في الوقت ديالو، وقالت ليه باقي ما وصل الوقت باش تشربوه. اختي ما تديش على الهضره ديال الاطباء، غير شربي لك هذا العصير وتبردي مع راسك. انت دابا كاينه في السفر، ما عليك حتى شي حاجه، شربي العصير. القطار راه ماشي مكسيري، انا خايف غير تقلب لك على الحوايج ديالك ولا شي حاجه. نو خويا ما تخاف والو، راده معها البال، غير غتوصل الوقيته ديال الدواء وغادي نشربو. المجرم هز الملف الاصفر ديالو وبدا كيقلب فيه مره اخرى ومره كيسترق النظر باش يشوف واش شربات العصير ولا لا. تفو على مصيبه تلاقيت معها اليوم، خاصها تشرب هاد الكاس ديال العصير في اسرع وقت باش ننفذ المهمه ديالي ونهرب، الوقت ما كيسعفنيش. من بعد 20 دقيقة ما بقاش قدر يصبر وهو ينوض من بلاصتو وعطاها الكاس. المفتشة اعترضت عليه وقالت ليه انه هذا الالحاح ديالو مبالغ فيه وكيدعي للشك، وضحكات وطلبات منه يشرب منه هو الاول باش تثق فيه. سلام اختي، انا كبرت بيك وعطيتك كاس ديال العصير، وحشومه عليك. شربي اختي العصير، شربي العصير ديالي يا خاطري. ويلي خويا، واش بغيتي نشرب العصير بزز؟ وهادشي مبالغ فيه اخويا، هادشي ما عمري شفتو. لا خويا، دخلتي لي كاع الشك في هذا العصير وبزاف اخويا. من الصباح وانت كتقول لي شربي العصير وبزاف هادشي دخل لي الشك. اوا شرب انت الاول العصير، يلا عاد نشربو انا. هادشي بزاف، هادي واقيلا عايقه بيا، يمكن ما تكونش مع البوليس ولا شي حاجه. هادشي بزاف خلعتني بزاف. المجرم ما توقعش هاد ردة الفعل ديال خديجة وسكت ورجع لبلاصتو. من بعد لحظات المفتشة خديجة اعتذرت ليه وقالت ليه انه المسافة مازال طويلة حتى الوجدة وانها غادي تطلب منه العصير. خويا عافاك الا ما سمح ليا، راه مالين الدار ديالنا وكيوحلوا معايا، واحد شويه غادي نشرب هذاك العصير غير تهنى، راه الطريق طويله مازال طويله الطريق.
ما ديرهاش مني خويا قلة صواب، باينه فيك راجل مزيان ومعقول. غير تهنى واحد شويه غادي نشرب هاد العصير صافي. مرة أخرى المفتشة خديجة نط من بلاصتها ودارت راسها كتقلب على الصناطات ديالها تحت الطاولة ديال المقصورة. طاحوا لي شي صناطات هنا لتحت وكنقلب عليهم ما عارف فين طاحوا، دابا نلقاهم لقيناها تحت الطابله. وصيفطت إشارة لعناصر الأمن الموجودين معها في القطار وقالت لهم أن الهدف معها في المقصورة وأنه من بعد مدة قصيرة راه غادي يحاول يهرب. وقيلا بان لي غادي نزيد في حالتي، المهمة ديالي اليوم فشلات، غادي نحاول مرة أخرى، المهم خصني نمشي بحالتي دابا. الو، كونوا مستعدين، الهدف راه بين يديا، وقيلا قريب يخرج من هنايا، راه بدا كيفقد الامل وكيفقد الاعصاب ديالو. وطبعا من بعد واحد المدة قصيرة المشتبه به راودات شكوك بأن العملية ديالو محال تنجح، وهنا كيقرر يخرج من المقصورة. هنا المفتشة صيفطت إشارة أخرى بأن المشتبه به خرج من المقصورة. الو حول، شدوه دابا راه خرج، يلا خرج من المقصوره، يلا شدوه ولقوا عليه القبض في اسرع وقت. دابا خصكم تلقوا عليه القبض في اسرع وقت، راه عندنا الدليل ديال الادانه ديالو، دابا هذه الفرصه، يلا تحركوا. ومع فتح الباب ديال المقصورة كيتفاجأ بوجود عنصرين من الأمن الوطني في الانتظار ديالو. دخلوه مرة أخرى للمقصورة وتم التصفيد ديالو بالمينوط، كما تم كذلك التفتيش ديالو جمع جميع الأدلة اللي كتثبت التورط ديالو في سرقة الضحايا. من بعد تم الإنزال ديالو في محطة قرسيف وتم نقله إلى الدار البيضاء. تعرفوا عليه أغلب الضحايا، وأكدت التحليلات المخبرية أن الجاني كان كيستعمل مادة مخدرة شديدة المفعول. جميع الأدلة كانت كافية باش يعترف بالجرائم ديالو، وتم تقديم النيابة العامة بتهمة السرقة وإعطاء مواد ممكن تسبب الموت عاجلا أم آجلا. شكرا على المشاهدة، ما تنساوش تضغطوا على اللايك وتشتركوا في القناة. والنصيحة اللي كنقدم لكم اليوم أحبائي وأعزائي الكرام هو أنه ما تحاولوش تشربوا شي حاجة تقدم لكم في القطار ولا في الأماكن ديال السفر، لأنه راه كيكونوا مجرمين كيستغلوا الفرصة. وتحياتي لجميع المشتركين.